طيب، واخيرا رجعنا بالجزء الثاني من سلسله اسطوره زيلدا اللي ناس كتير منكم طلبته مني بعد الجزء الاول، بس للاسف يعني ما كانش فيه وقت ان انا اعمله. المهم ان في فيديو النهارده هنكمل شرح اللعبتين اللي ما اتشرحوش في الجزء الاول من الفيديو، واللي هم زيلدا نفس البريه ودموع المملكه. وده بسبب ان اللعبتين دول موجودين في تايم لاين مختلف وبعيد تماما عن كل الاجزاء القديمه، وهحاول في الفيديو ده ان هجيب لك كل حاجه بالتفصيل علشان يبقى عندك صوره كامله عن قصه اللعبه. بس الاول قبل اي حاجه يا ريت كلنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويفك كربهم. نفس البرية اللي بتقدم لنا عالم هايرول بطريقة عمرنا ما شفناها قبل كده. بدل ما كنا بنشوف ان لينك بيجي كل كام سنة، الموضوع هنا اتغير تماما، لان نفس البرية بتحكي بعد آلاف وآلاف السنين في المستقبل البعيد جدا عن كل الالعاب اللي فاتت. وكمان بسبب الثلاث خطوط زمنية اللي اتعملوا بسبب لينك بتاع اوكارينا الزمن، كانوا في اللعبة دي متحدين مع بعض في العالم بتاعها، والناس في هايرول بقى يذكروا الزمن اللي حصلت فيه الالعاب اللي فاتت بالخرافات او الاساطير القديمه. يعني كل اللعب اللي حكيناها في الفيديو اللي فات بقت بالنسبه لشعوب هايرول في اللعبه الجديده هي اساطير، حاجه كده زي ما حد يقولك ان كان في تنانين زمان، اكيد مش هتصدقوا. نفس الموضوع في اللعبه دي. المهم يعني ان قصتنا بتبدا من 10,000 سنه قبل بدايه اللعبه. اتحكى على جدران المعابد القديمه ان كان في شعب زمان اسمه شعب الشيكا او الشيكا. الشعب ده عمل تكنولوجيا رهيبه ما حدش شافها قبل كده في هايرول، وكانوا عايشين في سلام مع بقيه شعوب هايرول التانيه زي الجايرودو والزورا والريتو والجورون. كل الشعوب دي كانت عايشه مع بعض في سلام، وشعب الشيكا كانوا بيعبدوا هيليا ومخلصين جدا ليها. بس كالعاده السلام ده مستمرش كتير بسبب هجوم تجسيد الشر جانون على هايرول. وزي ما بيحصل في كل زمن من أزمنة زيلدا، كان في بنت من العيلة المالكة، والبنت دي هي تجسيد لقوة هيليا وبطل يقدر يشيل الماستر سورد، وهو تجسيد لينك. كان لازم يبقوا موجودين لمواجهة جانون، بس قوتهم لوحدها ما كانتش كافية علشان تهزمه، وده بسبب ان جانون قدر يخلق وحوش وجنود علشان يعمل جيوش كاملة ويقضي على مملكة هايرول. ساعتها شعب الشيكا قرر انه يستخدم التكنولوجيا بتاعته علشان يعمل اسلحة دمار شامل تقدر تقتل كل اتباع جانون ويضعفوا جنوده علشان يسهلوا المهمة على لينك وزيلدا انهم يقتلوه. وده اللي خلاهم يعملوا الجارديانز المسلحين بليزر قوي ودرع يقدر يتتبع ويقتل اتباع جانون. ونشروا الجارديانز دول في انحاء المملكة، بس ده ما كانش كافي علشان يضعف قوة جانون الرهيبة. فقررت شعوب الشيكا انها تعمل 4 وحوش مقدسة متوزعين على ال4 شعوب اللي كانوا عايشين في هايرول. واللي بيميز الوحوش دي ان اللي بيسوقها اقوى بطل من كل شعب، شعب الريتو اللي بيعيش في السماء، وشعب الزورا اللي بيعيش في المية، وشعب الجورون اللي بيعيش في البركان، وشعب الجيرودو اللي بيعيش في الصحراء. كان كل بطل من الشعوب ال4 دول معاه وحش، والوحوش المقدسة ال4 دول كانت ضخمة في الحجم وعندها اسلحة تقدر تضعف وتحبس قوة جانون نفسه. وفعلا خطتهم نفعت في حبس تجسيد الشر ورجوع السلام لهايرول من جديد. بس الشيكا كانوا عارفين ان جانون هيرجع من جديد، وان السلام ده مؤقت مش اكتر. وعلى الناحية التانية تكنولوجيا الشيكا خلت الملك في العصر ده يخاف منهم، وحس انهم ممكن ينقلبوا عليه في اي وقت. فقرر الملك انه يبعدهم عن التكنولوجيا بتاعتهم وعطل كل اختراعاتهم ورماها للزمن علشان يغطي عليها. وساعتها شوية من شعوب الشيكا اتضايق من القمع اللي الملك عمله عليهم بدون سبب، وقرروا الانفصال عن المملكة وعملوا لنفسهم قبيلة جديدة وهي الييجا. ودي اللي احنا بنشوفها خلال اللعبة، اللي كانوا بيحاولوا يختالوا لينك وزيلدا. وشوية تانيين من الشيكا قرروا انهم يعيشوا حياة ريفية مسالمة ويكملوا حياتهم عادي في قرية كاكاريكو. بس في منهم اللي كان حاسس بخطر جانون، وانهم من واجبهم يخططوا للمستقبل البعيد علشان يساعدوا لينك وزيلدا اللي هيواجهوا جانون تاني. فقرروا انهم يخفوا التكنولوجيا بتاعتهم في معابد ويخبوها تحت الارض علشان لينك وزيلدا بتوع المستقبل يقدروا يستفادوا من علمهم وقوتهم واسلحتهم لما يحتاجوها. هنعدي شوية زمن بعدها ونروح للعصر الحالي اللي كان عدى آلاف السنين من الأحداث دي، لدرجة إن الناس ما بقتش فاكرة إن كان في حاجة اسمها جانون أو وحوش مقدسة، وبقت مجرد قصص بتتحكي للأطفال قبل النوم علشان تخوفهم. ولكن في يوم من الأيام بالصدفة البحتة تم اكتشاف واحد من الجارديانز اللي الشيكا كانوا صانعينهم، وبعد الاكتشاف ده لقوا بعده الوحوش المقدسة وشوية من تكنولوجيا الشيكا المفقودة. الاكتشاف ده كان مرعب بالنسبة للعيلة المالكة، لأن لو تكنولوجيا الشيكا موجودة من 10,000 سنة
فده معناه ان كمان جانون موجود، والحرب ما بين هايرول وجانون حصلت بالفعل، مش مجرد قصص خياليه بتتحكي. ساعتها الملك راوم ابو زيلدا قرر انه يخلي العلماء يستكشفوا التكنولوجيا دي، وكلم زيلدا وقال لها ان امها اللي ماتت قالت ان زيلدا عندها قوه هيليا موجودة في دمها ولازم تستكشفها، لأن قوتها أساسية في هزيمة الشر اللي هيجي على هايرول. وهنا زيلدا كان معاها الحارس الشخصي بتاعها وهو لينك، اللي من صغره كان بارع جدا في استعمال السيف، وكان بيقدر انه يهزم جنود اكبر منه. ده غير انه قدر انه يسحب الماستر سورد من مكانه الاصلي، وده شيء مفيش شخص عادي يقدر يعمله، لان علشان تسحب الماستر سورد لازم تبقى قوي وشجاع وعندك روح البطل. كل الاسباب دي خلت الملك يعين لينك علشان يحمي زيلدا في رحلتها انها تصحي قوتها المدفونة استعدادا للدفاع عن هايرول لما جانون يرجع من جديد. وزي ما الشيكا عملوا من 10,000 سنة، زيلدا قررت تعمل نفس اللي هم عملوه، وهي انها تروح لكل شعب من الشعوب اللي عايشة في هايرول وتجمع اقوى المحاربين اللي هيقودوا الوحوش المقدسة. راحت لشعب الريتو وعينت المحارب ريفالي اللي يقدر يطير مسافات عالية ويستعمل السهام بمهارة، وعينت داروك قائد شعب الجورون اللي تعتبر اقوى الكائنات جسديا من حيث القوة، وكلمت ميفا من شعب الزورا اللي عندها قدرة شفاء قوية وتقدر تعوم مسافات كبيرة في المية، واقنعت اربوزا من شعب الجيرودو انها تنضم ليها اللي كان عندها قوة جسدية عالية وتقدر تستعمل البرق في هزيمة اعدائها. ده غير ان اربوزا كانت مقربة لام زيلدا وكانت بتخاف على زيلدا زي بنتها. المهم يعني ان زيلدا ولينك كانوا بيلفوا هايرول علشان يصحوا قوة زيلدا، بس للأسف ما كانش فيه فايدة. وبعدها زيلدا راحت لبحيرتين القوة والشجاعة ودعت هيليا هناك علشان تصحي قوتها، بس برضه ما لقيتش أي نتيجة، وما كانش قدامها غير مكان واحد بس وهي بحيرة الحكمة علشان تصحي قوتها فيها، ودي كانت المحاولة الأخيرة بالنسبة لزيلدا. بس للأسف بعد ما راحت هناك كانت زي كل المرات اللي فاتت وما قدرتش زيلدا تفعل قوتها. وهنا الأبطال اللي معاها حاولوا يقولوا لها إن دي مش نهاية الأمل وإن لسه في وقت وإنها تقدر تحاول بطرق تانية، بس حظهم ما كانش حلو علشان في اللحظة دي جانون يصحى من سباته من تحت قلعة هايرول وينشر الشر بتاعه حوالين الأرض كلها. وساعتها الأبطال راحوا للوحوش المقدسة بتاعتهم علشان يتصدوا للهجوم المفاجئ، ولينك وزيلدا راحوا للمصدر علشان يوقفوا جانون بنفسه. بس جانون المرة دي كان ذكي وما وقعش في نفس الغلط مرتين. أول ما صحي من سباته بعت الشر بتاعه للوحوش المقدسة، وبدل ما كانوا الأبطال هيساعدوا لينك وزيلدا بقوا محتاجين يدافعوا عن حياتهم الأول. وكمان جانون قدر إنه يتحكم في كل الجارديانز اللي المملكة حطتهم علشان يحموا هايرول، فبدل ما كانوا بيحموها كانوا هم سبب دمارها. هنا لينك وزيلدا لقوا نفسهم في وضع صعب، حواليهم كل الجارديانز اللي عددهم ممكن يوصل للآلاف وغير أتباع جانون، فكانوا حرفيا محاصرين تماما. وهنا لينك حاول إنه يحمي زيلدا بس كانت الأعداد كبيرة جدا وكان على وشك إنه يموت. بس في اللحظة الأخيرة زيلدا عرفت تفعل القدرة بتاعتها وهي بتحمي لينك. زيلدا قدرت إنها تنقذ لينك قبل ما يموت، وسمعت الصوت في السيف بيقول لها إنه لسه عايش، فقررت إنها تروح للغابة مكان السيف الأصلي علشان تحطه هناك لغاية ما لينك يصحى. وحطت لينك في معبد الإحياء لحد ما يساعد قوته، وقررت إنها تروح لجانون بنفسها وتستخدم جسمها في إنها تحط ختم على جانون إنه ما يصحاش بشكل كامل، وكانت على أمل إن لينك هيجي وينقذها. بعدها تعدي 100 سنة من خسارة لينك، وكل ده كانت زيلدا لسه محبوسة. لينك أخيرا بيصحى من سباته في المعبد وبيلاقي جهاز اسمه الشيكا سليت اللي زيلدا سابته مع لينك علشان يقدر يستعمل تكنولوجيا الشيكا المدفونة ويقدر ينقذها. هنا لينك بيصحى في عالم جديد هو ما شافهوش قبل كده، وده بسبب إنه فقد الذاكرة بعد 100 سنة، فما كانش عارف إيه الهدف اللي المفروض يحققه. بس بيقابل شخص أول ما بيخرج من المعبد، كان شخص كبير بيكلمه عن تاريخ هايرول والأميرة زيلدا وجانون، وبيقول له إنه يروح للمعابد اللي في المنطقة ويستكشف قدرة الشيكا سليت اللي معاه. وهنا لينك بيلاقي تحديات في المعابد دي، بس كل ما بيعدي معبد كل ما بيلاقي قدرة جديدة بتتفتح له. المهم يعني إن في الآخر الراجل العجوز اللي كان مع لينك ده بيكشف عن نفسه وإنه هو أبو زيلدا، بس دي كانت الروح بتاعته لأنه مات قبل 100 سنة في الهجوم بتاع جانون. الملك راوم ابو زيلدا بيقول للينك انه يروح لقرية قريبة ويقابل إمبا، والست العجوزة دي هتشرح له كل حاجة. وفعلا لينك بيروح هناك وبيكلم إمبا اللي بتتفاجئ ان لينك لسه عايش، وبتحكي له عن اللي حصل قبل 100 سنة والأسطورة اللي حصلت قبل 10,000 سنة. هنا لينك بيبتدي يفتكر الأحداث واحدة واحدة، وبيعرف انه هدفه الأساسي هو انه يحرر الوحوش المقدسة من ايد جانون، علشان الوحوش دي هي أول الطريق انه يهزم جانون ويحرر زيلدا. وده اللي خلى لينك يسافر للأربع شعوب دول اللي كانوا عايشين في هايرول. وطبعا بعد 100 سنة صحابه اللي كان يعرفهم ما بقوش موجودين. المهم انه راح لشعب الزورا اللي كانت البطلة بتاعتهم ميفا، بس لقى هناك اخوها سايدون
اللي قرر يساعد لينك انه يوصل للوحش بتاع ميفا ويحرره من جانون. لينك بيقدر انه يعدي التحديات اللي جوه الوحش لحد ما بيوصل لتجسيد الشر اللي جانون عمله، وطبعا لينك بيقدر يهزمه، بس بيكتشف ان ميفا ماتت وما تبقاش غير روحها بس. وهنا روحها بتديله قوة جديدة وبتقوله انها هتساعده لما يجي يهجم على جانون. بعدها لينك بينقل رحلته للبركان، وهناك بيتعرف على يونوبو حفيد داروك. يونوبو بيساعد لينك انه يوصل للوحش، ولينك بيعمل نفس الحاجة اللي عملها في وحش الزورا وبيقتل تجسيد الشر اللي ماسكه، وبيكتشف ان داروك مات وروحه بس اللي اتبقت، ووعده انه هيساعده في هزيمة جانون واداله قوة جديدة. وبعدها طبعا راح لوحش الجايرودو وريتو وحررهم من شر جانون علشان اول مرحلة من هزيمة جانون تكمل. تاني مرحلة بالنسبة للينك انه يستعيد الماستر سورد، وعلشان يعمل كده كان لازم يروح للغابة المفقودة ويثبت نفسه للديكو تري انه قادر من جديد انه يشيل الماستر سورد اللي يقدر يهزم الشر. وعلشان يثبت نفسه لينك كان محتاج يعدي شوية اختبارات بتختبر ذكائه وقوته، ولينك بيقدر يعديها كلها ويسحب الماستر سورد من مكانه. وبكده بعد ما لينك حرر الوحوش كلها وبقى معاه الماستر سورد واستكشافه لمعابد الشيكة المدفونة اللي خلته يقوى جسديا وزودت خبرته، بقى قادر انه يخش قلعة هايرول ويواجه جانون ويحرر زيلدا. لينك بيخش القلعة وبيلاقي جيوش من الجارديانز تحت تحكم جانون، بس بيقدر يتخلص منهم بسهولة وبيطلع للأوضة اللي فيها جانون اللي كان موجود في حاجة أشبه باليرقة اللي الحشرات بتبقى فيها علشان تتحول لفراشات. والهدف بتاع جانون انه يستعمل تكنولوجيا الشيكة علشان يعمل لنفسه جسم جديد، بس الختم بتاع زيلدا وهجوم لينك خلاه ما يلحقش يعمل الجسم ده. وهنا بتظهر قوة الوحوش المقدسة، وزي ما الأبطال وعدوا لينك انهم هيساعدوه لما يهجم على جانون بالقدرة بتاعتهم، قدروا انهم ينقصوا كتير جدا من حياته علشان يخلوا الموضوع اسهل على لينك. وباستعمال الماستر سورد لينك قدر انه يهزم جانون ويحرر زيلدا بعد 100 سنة من ختمها ليه. وبعد ما جانون اتهزم اتباعه الوحوش اللي كانوا عاملين من شره اختفوا، وكل الجارديانز ما بقوش تحت سيطرته. وبكده تنتهي قصة لعبة زيلدا نفس البرية. بس قصة جانون ابعد ما تكون من الانتهاء، لان لينك وزيلدا ما كانوش عارفين ان دي البداية، وان اللي هيكتشفوه في المستقبل هيغير مجرى التاريخ كله. وده اللي هيخلينا نروح لقصة زيلدا دموع المملكة. بعد نهاية نفس البرية وهزيمة جانون عدت كام سنة، كان لينك وزيلدا بيعيدوا أعمار هايرول فيها اللي كانت متدمرة بالكامل. وزيلدا كانت آخر شخص عايش من العيلة المالكة، وهي ولينك كانوا بيعيشوا في بيت مع بعض ويروحوا يطمنوا على شعب هايرول لو محتاجين أي مساعدة. وبالنسبة لزيلدا كان في حاجة تانية شغلة دماغها، كانت عايزة تعرف إيه هو سر جانون وليه ظهر من تحت قلعة هايرول. زيلدا كانت عارفة من أبوها إن في مخبأ تحت الأرض في تاريخ هايرول المظلم، بس كانت كل ما تسأل أبوها عن السر كان يقول لها إنه مش مسموح لأي شخص من هايرول إنه ينزل تحت أو يعرف أي حاجة من التاريخ ده. بس دلوقتي بعد ما أبوها مات وفضلها للاستكشاف خلاها تاخد لينك وتنزل في أعماق القلعة اللي محدش شافها من آلاف السنين. وأول ما لينك وزيلدا دخلوا حسوا بشيء غريب في الجو، وكأن فيه لسه شوية من تجسيد الشر اللي عمله جانون. والمفاجأة إنهم لقوا شوية من الخفافيش اللي كان جانون بيعملها بقوته، على الرغم من إن كل وحوش جانون اختفت بعد ما جانون اتهزم. المهم يعني إن بعد ما لينك بيهزم الوحوش بتبتدي زيلدا تبص للحيطة وبتكتشف كتابات على الجدران بتحكي عن تاريخ قديم جدا من آلاف السنين. الكتابات بتوضح وجود شعب غريب بودان طويلة وشكل أشبه بالحيوانات نزل من السماء على سكان هايرول. الشعب ده كان معاه تكنولوجيا محدش من البشر شافها قبل كده، ونزل وهو معاه أحجار أشبه بالدموع، وكان للأحجار دي قوة ملهاش مثيل. شعب هايرول اعتبرهم ككيانات نازلين من السماء وبنوا لهم معابد، والشعب اللي نزل ده اتجوز من سكان هايرول وساعدوهم بالتكنولوجيا بتاعتهم في حياتهم. الشعب ده كان اسمه شعب الزوناي. وهنا زيلدا اتعرفت على التكنولوجيا بتاعتهم لانها شبه تكنولوجيا شعب الشيكا، وده بسبب ان تكنولوجيا الشيكا متاخده من تكنولوجيا الزوناي. والكتابات على الجدران كانت بتوصف ان كان في خطر جه على هايرول، بس بقيه الرسومات كانت متغطيه بصخور والقصه ما كملتش. بعدها لينك وزيلدا مشيوا اكتر في القلعه لحد ما وصلوا لمشهد غريب، جسم اشبه بالموميا طالع منه ماده الظلام والشر اللي جانون كان نشرها في هايرول من كام سنه. وعلى صدر الموميا دي في ايد
ماسكة جسمه أكنها حبساه. بس أول ما لينك وزيلدا دخلوا الأوضة الإيد وقعت، وواحدة من الأحجار اللي كانت مرسومة على الحيطة وقعت من الإيد دي. هنا زيلدا مسكتها علشان تستكشفها، بس اتفاجئت إن الموميا بتهجم عليها. بس لينك بيقدر يوقف الهجوم ده، وفجأة الموميا اتكلمت وقال انه يعرف اسم زيلدا ولينك. وهنا كان في استغراب شديد على لينك وزيلدا انه يعرف اساميهم من غير ما يشوفهم قبل كده. ساعتها الجسم ده اتكلم وقال للينك ان رارو كان حاطط امال هايرول عليه، بس لما شاف لينك بنفسه لقى انه مخيب للامال. وبعدها هجم على لينك وكسر الماستر سورد، السيف اللي يقدر يهزم اي شر، واللي لينك كان متدرب عليه لاعلى مستوى، وكان معاه 30 قلب وبار الصحة عنده مليان للاخر. اتأثر بقدرة جانون ونقص حياته ل3 قلوب بس. جانون هنا استخدم قوته انه يرفع القلعة في السماء، وده ادى لانهيار الارض اللي لينك وزيلدا واقفين عليها. وهنا لينك بيحاول انه ينقذ زيلدا وهي بتقع، بس زيلدا اختفت في الظلام. اما لينك الايد اللي وقعت من جانون مسكته وطلعته لفوق. ولحد هنا انا عارف انك مش فاهم حاجات كتير قوي، مين رارو وايه الزوناي وليه في الاحجار دي وازاي جانون يعرف اسماء لينك وزيلدا وهم ما شافوش بعض قبل كده. بس انا عايزك تصبر علشان في تلاعب في الزمن واحداث كتير حصلت في الماضي وتأثيرها موجود في الحاضر. فهحاول ان اسهلك الاحداث دي بانها اقسم الماضي والحاضر. الماضي هتبقى بطلته هي زيلدا، اما الحاضر هيبقى بطله لينك. بعد ما لينك بيصحى من النوم بيلاقي نفسه في مكان غريب، وايده اليمين اتبدلت بالايد الغريبه دي، وبيسمع صوت جاي من الايد بيقول له انه كان لازم يبدل ايد لينك علشان ينقذ حياته، وده بسبب قوه جانون اللي كانت على وشك انها تقتل لينك. هنا لينك بياخد الماستر سورد المكسور وبيمشي بره علشان يلاقي منظر عمره ما شافه في حياته. لقى جزر كبيره وكتير في سماء هايرول، والجزر دي عمره ما شافها قبل كده في السماء وما يعرفش هي جت ازاي. بس لو فاكرين من الجدران اللي زيلدا كانت بتقراها ان شعب الزوناي اصلا نزل من السماء على هايرول، فالجزر دي هي جزر الزوناي اللي كانت موجودة في السماء. والسؤال هنا اللي هيجي في بالك، ليه الجزر دي ما كانتش ظاهرة في نفس البرية مثلا؟ الحقيقة الموضوع ده ملوش تفسير نقدر نقول عليه انه تفسير مؤكد، بس النظرية المرجحة هترجعنا في الفيديو الاولاني اللي برضه هسيبهولك في الاي اللي فوق، لما كنا بنشرح لعبه سكاي وورد سورد. وفي اللعبه دي هيليا رفعت جزء من هايرول في السماء وعملت حاجز من السحاب ما بين الجزر اللي في السماء والشعب اللي في الارض. هيليا مع مساعده من القبائل التانية عرفت تجمع البشر الناجيين من الحرب وترفع مدينه كامله من هايرول في السماء علشان البشر يبقوا في امان من هجمات الوحوش. فغالبا الجزر دي هي جزر الزوناي. المهم يعني ان لينك قرر انه يستكشف الجزر الجديده دي، وقابل روبوت من تكنولوجيا الزوناي القديمه اداله تابلت شبه اللي كان مع زيلدا علشان يستعمله في رحلته. ساعتها الصوت اللي في ايده كلمه وقال له انه محتاج يعدي 3 معابد فيهم تحديات علشان يقدر يفتح الباب، وعرفه بنفسه انه رارو اللي جانون اتكلم عنه. وقال لينك انه سمع كتير عنه من زيلدا، واكيد لينك كان مستغرب انه ازاي سمع عنه من زيلدا وهو وزيلدا عمرهم ما اتقابلوا اصلا. المهم يعني ان لينك فعلا بيقدر يعدي ال3 معابد وبيكتسب قدرات جديده. ولما وصل لمعبد الزمن قابل زيلدا، بس ما كانتش زيلدا بجد، كان خيال شبهها اديته قدرة التحكم في الزمن واختفت بعدها. وبعد ما لينك بيخرج من معبد الزمن بيلاقي قدامه كرة بتنور، وفي نفس الوقت لقى الماستر سورد بتاعه كان بينور برضه، فقرر انه يحط الماستر سورد في الكرة دي. وهنا الماستر سورد اختفى من قدامه وظهر لزيلدا. عارف هنا انك اتلخبطت، بس احنا هنوقف هنا قصة لينك شوية ونحكي اللي حصل لزيلدا علشان قصتها هتفهمنا كل حاجة حصلت دلوقتي. بعد هجوم جانون ووقوع زيلدا في الظلام كان لسه معاها الحجر اللي كان واقع من الايد، وده اللي خلاها تنتقل للماضي آلاف السنين لورا. وعلشان ما تتلخبطش عشان انا عمال اعيد كلمه آلاف السنين دي كتير، فرسمت لك خط زمني علشان تعرف احنا فين بالظبط. زيلدا هنا بتلاقي نفسها في هايرول، بس مش هايرول اللي هي تعرفها، وبتتفاجأ بوجود رارو ومراته سونيا، نفس الناس اللي لقيتهم مرسومين على جدران القلعه. رارو كان واحد من الزوناي واخر واحد من شعب الزوناي مع اخته مينيرو، اما سونيا زوجته فهي واحده من شعب الهايرول، والاتنين كان عندهم حجر من احجار الزوناي. هنا زيلدا تحكي لهم الموقف وبتقول لهم انها عايزه ترجع للزمن بتاعها علشان تنقذ لينك، بس هي ما تعرفش هي انتقلت للزمن ده ازاي. وهنا سونيا بتقول لها انها حاسه ان ما بينهم صله قرابه وان عندهم نفس القوه تقريبا، لان رارو عنده قوه البرق وسونيا عندها قوه الزمن، اما زيلدا بقى فعندها قوه البرق والزمن مع بعض. وهنا رارو بيشرح لزيلدا ان الاحجار دي مش بتدي للشخص القوه، انما هي بتزود القوه اللي عند الشخص بالفعل. فده معناه ان زيلدا عندها قوه التحكم في الزمن اصلا، واتفعلت لما كانت
بتقع من الحفرة ومعاها الحجر. وبعدها زيلدا بتقابل مينيرو اخت رارو اللي بدورها بتقول لها ان مفيش حل انها ترجع للزمن بتاعها غير انها تتدرب على قوتها مع سونيا. بس في حل كمان، ولكن الحل ده ممنوع ومحرم ومفيش حد بيعمله، وهي انها تبلع الحجر بتاعها. ساعتها هتتحول لتنين خالد يقدر يعيش لآلاف السنين، بس لو عملت كده هتخسر كل ذكرياتها وشخصيتها ومستحيل ترجع انسان تاني. سونيا عرضت على زيلدا انها تدربها على قوتها لحد ما تقدر ترجع لزمنها تاني، بس كان في مشكلة بتواجه هايرول في الوقت ده، وهو جانوندورف قائد الجايرودو. لان معروف عن شعب الجايرودو ان كلهم ستات ما عدا راجل واحد بس بيتولد كل 100 سنه بيبقى هو الملك بتاعهم. جانوندورف ما كانش عاجبه السلام والامن اللي رارو وسونيا بيعملوه، وكان شايف ان العالم هيبقى احسن لو كل واحد اعتمد على قوته الجسديه في النجاه، وكان نفسه يبقى هو حاكم هايرول ويبعد اي حد تاني عن السلطه. ففكر انه يروح لرارو ويعمل معاه معاهده سلام، وده بسبب ان كان بين الجايرودو ومملكه هايرول مشاكل كتير في الماضي. بس كل ده كان مخطط منه علشان يقرب اكتر من رارو ويسرق الاحجار اللي معاه واللي مع سونيا. وفي يوم من الايام زيلدا بتستدعي سونيا لوحدها في الضلمه، وفجاه زيلدا بتهجم على سونيا باستعمال خنجر، بس الزمن بيقف فجاه قبل ما الخنجر يوصل لسونيا، وزيلدا الحقيقيه بتظهر من ورا الحيطه. وهنا سونيا بتقول انها كانت عارفه ان جانون بيخطط لحاجه شريره، وانه بيستعمل شكل زيلدا علشان يضحك على الناس. وفعلا زيلدا المزيفه بتظهر حقيقتها انها سحر معمول من جانوندورف، بس المفاجاه ان جانوندورف الحقيقي بيظهر من ورا سونيا وبيقتلها وبياخد الحجر بتاعها. وبعد ما جانوندورف بياخد الحجر شكله بيتغير وبيتكتب على الحجر علامة الظلام. ولو انت فاكر فالاحجار مش بتدي للشخص ده قوة جديدة، انما بتقوي القدرة اللي عنده بالفعل. وساعتها جانوندورف بيتحول لملك الشياطين وبيحذر رارو ان نهايته قربت. هنا زيلدا تنقل رارو وجثة سونيا لمكان تاني، وبيبداوا يعملوا خطة علشان يواجهوا جانوندورف، لانه باستعمال قوته نشر الشر والوحوش في كل انحاء هايرول. رارو قرر انه يجمع ابطال من كل شعب في هايرول، من شعب الزورا والجايرودو والريتو والجورون، وادى لكل واحد فيهم حجر خاص بيه. ده غير اخته مينيرو اللي معاها حجر وبتتحكم في الارواح، وزيلدا اللي بتتحكم في الوقت، وهو اللي معاه حجر البرق والنور. السبع محاربين دول راحوا علشان يواجهوا جانون، بس جانون كان اقوى منهم بكتير. وفي محاولة اخيرة من رارو انه يهزم جانون عرف يحبسه باستعمال ايده اليمين، وهما الاتنين هيفضلوا على الحال ده لحد ما لينك وزيلدا يلاقوهم في المستقبل. بس دلوقتي بعد ما سونيا ماتت ورارو محبوس مع جانون، زيلدا كانت لسه معرفتش تلاقي طريقة انها ترجع للعالم بتاعها تاني، بس كانت حاسة ان ليها دور في الماضي ولازم تعمله. وفي يوم من الايام وهي ماشيه قدرتها بشكل تلقائي اتفعلت، ولقت الماستر سورد المكسور رجع لها تاني في الماضي. ايوه هو نفس الماستر سورد اللي لينك حطه في الكوره. هنا راحت لمينيرو وقالت لها ان هدفها هو تقويه الماستر سورد بالطاقه بتاعتها علشان ترجعه للينك، لان لو الماستر سورد بقى اقوى مش هيتكسر من قوه جانون. هنا مينيرو قالت لها ان عشان الماستر سورد يوصل للقوه دي فانت هتحتاج على الاقل مئات السنين، وزيلدا مش هتقدر تعيش الوقت ده كله. فهنا زيلدا فكرت في حل اخير، وهو اللي اتقال لها انه ممنوع تستحمله، وهي انها تحول نفسها لتنين وتخلي الماستر سورد معاها للزمن اللي جانون هيصحى فيه. بس قبل ما تعمل كده قررت تعمل شويه تجهيزات للمستقبل. قررت تكلم كل الابطال اللي ساعدوا رارو في هزيمه جانون، وخدت منهم وعد انهم هيشيلوا الاحجار بتاعتهم لاحفادهم بعد الاف السنين علشان يستعملوها. ومينيرو بما انها بتتحكم في الارواح فحطت روحها في التابلت بتاع زيلدا، وخلت زيلدا تديه لواحد من روبوتات الزوناي، وايوه هو نفس التابلت اللي لينك استلمه. وفي الاخر زيلدا حطت الماستر سورد قدامها وفي عقلها هدف واحد، وهي انها تصلحه وتساعد لينك يهزم جانون للابد. وبلعت الحجر بتاعها وتحولت لتنين والدموع كانت بتنزل من عينيها. هنرجع تاني لقصة لينك. بعد ما بينزل من جزر السماء بيلاقي شعب هايرول بيتفاجئ انه لسه عايش لانه كان مختفي بقاله شوية اسابيع، بس اصحابه بيقولوا له انهم شافوا الاميرة زيلدا بتروح لكذا مكان وبتكلم الناس. وطبعا لينك ما كانش يعرف اي حاجة حصلت لزيلدا في الماضي. وبعدها لينك بيروح علشان يقابل صحابه اللي ساعدوه في هزيمة جانون في نفس البرية، بس بيكتشف ان جانون لما صحي كان عارف ان الابطال من عصره شايلين الاحجار بتاعتهم، وبعد جنوده عند كل شعب علشان ما يخليش حد يستعمل الاحجار دي. هنا لينك بيقرر انه يسافر لكل شعب علشان يحررهم من اعداء جانون، ويخلي الجيل الجديد من الابطال ياخدوا الاحجار اللي الابطال من الاف السنين شالوها ليهم. وبعد ما كل بطل بياخد الحجر بتاعه بيجيله رؤية للاميرة زيلدا وهي بتكلم البطل في الماضي، وبيقولوا لينك ان زيلدا كانت موجودة من الاف السنين. وبعد ما لينك بيجند الاربع ابطال الجداد بيكتشف ان زيلدا موجودة في القلعة، فبيروح هناك علشان يعرف مكانها، بس بيتفاجئ
بيتفاجأ ان زلدة دي عبارة عن شبح جانون بعته علشان يتلاعب بشعب هايرول ويعمل فخ للينك. بس قبل ما يهجم على لينك ويقتله، الابطال صحابه بينقذوه وبيحاربوا معاه علشان يهزموا شبح جانون. وبعد مواجهة طويلة لينك بيفوز، بس جانون بيحذره ان دي هتبقى نهايته. وبعدها لينك بيبتدي يكتشف قصة زلدة في الماضي باستعمال قدرته في ارجاع الزمن اللي خدها من زلدة في اول اللعبة، وبيعرف تضحيتها ليه وقصة جانون ومكان الماستر سور. وبيبتدي يلاقي ان تنين زلدة ابتدى يقترب من الارض، فبيروح ويطلع لجزر السماء وبينزل على التنين علشان يلاقي الماستر سورد في راسه. واول ما بياخده بيشوف رؤية لزلدة وهي بتحط قوتها في الماستر سورد علشان تقويه. بس للاسف لينك مش بيقدر ينقذها لانها خلاص اتحولت لتنين بلا رجعة. وجه الوقت دلوقتي ان لينك يواجه جانون بعد ما عرف القصة الكاملة وعين الأبطال صحابه. وعلشان ينهي الدمار اللي جانون عمله لهايرول للأبد، لينك بينزل لأعماق هايرول تحت القلعة علشان يلاقي جانون موجود في الظلام بيسترجع قوته بعد آلاف السنين. هنا لينك بيحاول انه يواجه جانون لوحده، بس بيتفاجأ ان اصحابه ما سابوهوش وانضموا له للحرب. ودارت المعركة بين لينك وجانون، راجل ضد راجل ومحارب ضد محارب. زي ما لينك يقدر يستعمل كل الأسلحة، فجانون هو كمان يقدر يستخدم أي سلاح في إيده علشان يهزم لينك. بس بعد ما أصحاب لينك انضموا ليه في المعركة، جانون لقى نفسه قرب يخسر وإن حلمه انه يبقى زعيم هايرول بيتلاشى. فقرر في آخر لحظة انه يعمل زي ما زلدة عملت، وانه يبلع الحجر بتاعه ويتحول لتنين خالد. واول ما تحول لتنين خد لينك وطار بيه. بس تنين زلدة عرف ينقذ لينك ودارت معركة بين التنانين. وهنا لينك قدر انه يلاقي نقط ضعف في تنين جانون لحد ما في الاخر لقى الحجر بتاعه وقدر يدمره. وبعد ما دمره طار لتنين زلدة وهو بيشوف تنين جانون بيموت. وبعد ما تنين جانون مات، لينك افتكر انه مش هيقدر يرجع زلدة طبيعتها تاني، بس اتفاجئ بروح رارو وسونيا جنبه وبياخدوا ايده وبيحطوا قوتهم على تنين زلدة. وفعلا قدرتهم نفعت وزلدة رجعت انسان من جديد. واخيرا بعد آلاف السنين زلدة رجعت للينك تاني. هنا زلدة قالت للينك انها مش فاكرة اي حاجة حصلت وهي تنين، بس كانت عارفة ومتأكدة ان لينك هيجي وينقذها اكيد. وهنا هايرول تكون اتخلصت من شر جانون للأبد، ومفيش تجسيد للشر هيظهر تاني كل 10,000 سنة. وبس هنا نكون نهينا قصة لعبتين زلدة، نفس البرية ودموع المملكة. محدش يعرف إذا كان في جزء في المستقبل هيكمل على أحداث دموع المملكة ولا لأ، بس نقدر نقول إن دي هي أسعد نهاية لقصة زلدة. وبس هنا نكون خلصنا كل حاجة عن القصة بالتفصيل. لو عايزين فيديوهات من نوعية شرح قصص الألعاب دي تاني قولوا لي تحت في الكومنتات. وبس أشوفكم في الفيديو الجاي يوم الاثنين الجاي. سلام.